في ناس دماغها دماغ موظف مثالي وناس دماغها رواد اعمال. تعرف انت مين فيهم ازاي؟ اول حاجه المبادره. لو انت الشخص اللي بتبادر وبتدور على حلول مبتكره في شغلك بدون حدود، تبقى دي دماغ رائد اعمال. اما لو بتعمل مبادرتك بحدود وبتحسب شويه الوقت والمجهود اللي بتديه للشغل، فانت اكتر رايح على موظف. تاني حاجه المخاطره والامان. الموظف بيحب الامان، يعني مرتب ثابت وحوافز ومعاش لما يكبر، وده نموذج في حد ذاته مريح ومطمئن جدا. لكن رائد الاعمال هتلاقيه شويه شخصيه مغامره وبيخاطر طول الوقت بفلوسه ووقته، بس طبعا المخاطره بتبقى محسوبه بدقه. ثالث حاجه نظريه فرايداي بيبل ومانداي بيبل، ودي نظريه بتقولك ان في نوعين من الناس. نوع بيستنى الويك اند عشان يفصل من الشغل، دماغ موظفين، والتاني بيستنى اول الاسبوع عشان يرجع الشغل، دول طبعا رواد اعمال. 4 التخطيط والتنفيذ. رائد الاعمال بيميل انه يشيل المسؤوليات الكبيره وعنده قدره كبيره على التخطيط، لكن لو بتفضل يبقى دورك تنفيذي اكتر وبتحب تعمل مهام محدده حتى لو صعبه، يبقى تكون موظف احسن. 5 المهارات. رائد الأعمال دايما بيحب يكون عنده مجموعة واسعة من المهارات، زي الإدارة والماركتينج والسيلز وخدمة العملاء وغيرها، لكن الموظف بينمي مهاراته في مجال تخصصه بس علشان يقدر يؤدي بكفاءة المهام المطلوبة منه. الموظف مهم جدا في عجلة النمو وكمان رائد الأعمال، وزي ما قلنا مفيش حد أحسن من حد، لكن المهم إنك تعرف إيه الأنسب ليك فعلا علشان تنجح فيه. قولي في الكومنتس عرفت دماغك إيه؟